وبلش الحماس من أول ما طلعت على الطيارة. يا ابو شرمان يا ابو شرمان يا وحده وحده للفينال علي علي فرصه قتيل. اليوم هو آخر يوم إلي بقطر. أنا عشت لحظات ما بتصدقوا قد ايه حلوة. حضرت الافتتاحية تبع كأس العالم، مباريات، حضرت شي 6 مباريات، كنت كتير مستمتعة الصراحة وما صورت فيديو يوتيوب، بس رح شارككم بهي اللحظات الحلوة على الفيديو هون. رح شارككم الافتتاحية، المباريات اللي حضرتها، قطر، طيبة شعب أهل قطر، رح شارككم أجمل اللحظات اللي أنا عشتها بالفيديو تبع اليوم. صح بالطول اعذروني، بس أنا عن جد حابة أشارككم فيها. وأول شي رح أرجيكم المكان اللي أنا عشت فيه تقريباً 6 أيام. أول شغلة رح أرجيكم الفيو، لأنه الفيو بياخد العقل. طلع 1 2 3 هلو. ما شاء الله عن جد قديش حلو. يعني بتطلعوا الصبح وبتشوفوا هي المناظر الطبيعية، البحر، الخضار، بتقولوا واو ما أحلى هالعيشة. هي كمان الأوضة تبعي هون، كمان كل الفيو على مناطق بتاخد العقل. وكمان هي أوضة جراباتي، هي أوضة النوم يلي أنا كنت نام فيها. وعن جد ما بتصدقوا قد ايه عملنا اكتيفيتي وقت اللي اجيت على قطر بطريقة اني ما لحقت اصور ولا أي شيء، بس من شغلة لشغلة من شغلة لشغلة، بس كانت كتير حلوة. ما بتصدقوا قد ايه حلوة. وكان أول مرة بزور فيها الصحراء، ورحنا عملنا بالسيارات هدول تبعات الرمل. كتير كتير كانت حلوة. ايه والمشجعين، اما الافتتاحية واو، حاط لكم هلا اللقطات. أجمل المناطق اللي زرتها بقطر هي المناطق الشعبية، بتعطي روح كتير حلوة. نحن هلا يا جماعة واقفين عند محل ما بيطلع الفريق الأرجنتيني. طلعوا كمية الشرطة الموجودة بالمكان، زائد إنه في هليكوبتر فوق هلا بتشوفوها بتضل حوالين المكان لحتى تراقبوا من فوق، وهن رح يطلعوا من هذا الباب بالضبط ورح يفوتوا لهذا الباص بالضبط، ورح يتابع هذا الهليكوبتر مسيرتهم من لما بيطلعوا بالباص لحتى يوصلوا للاستاديون. الفريق الأرجنتيني طلع بالضبط، عم يطلعوا اللاعبين لاعب ورا لاعب لحتى يكون في مسافه كمان بيناتهم. ولاحظوا شغله انه اغلبهم معهم شغلات المته، هن كثير بيشربوا مته. تعالوا نشوف. احنا هلا عم نحضر مباراة بين اليابان وبين ألمانيا. اكتبوا لي بالتعليقات مين بتتوقعوا انه يفوز. هي أول شغلة. ثاني شغلة، تعالوا أرجيكم الملعب. جابان تعالوا لحتى نخف العجقة. اوه خف العجقة. احكي لكم على تحديث كرة القدم تبع ببجي موبايل. ببجي موبايل عاملة تحديث لكرة القدم، فيكن تفوتوا لقلب اللعبة، في ملاعب فيكن تتدربوا فيها. وكمان حابة أخبركم عن تعاون صار بين ميسي وببجي موبايل. Hola compañero de PUBG Mobile. فيكن تفوتوا على ببجي جلوبال تشيكن لحتى تجربوا وتشجعوا كأس العالم وتشجعوا ميسي كمان من خلال هي اللعبة. فيكن تستخدموا بقلب اللعبة سيارة اسمها فوتبول زورب لحتى تقدروا تتنقلوا بسرعة بين الأماكن. كمان في خزانة، هي الخزانة عليها توقيت، بعد فترة هي الخزانة بتفتح واللاعبين بيقدروا يتنافسوا بين بعض لحتى يحصلوا على امدادات من قلب هي الخزانة. كمان منصات كرة القدم بقلب ببجي موبايل رح تكون لفترة محدودة. رح يكون في بقلب اللعبة ملاعب
كتير كبيرة وفي كمان ملاعب صغيرة، فحاولوا انه تلاقوها وتلعبوا فيها كلياتها. اللاعبين اللي رح يقدروا يفوتوا جوال بقلب المرمى تبع كرة القدم يلي ببجي موبايل رح يحصلوا على مكافآت ضمن قلب اللعبة، فحاولوا انكم تنزلوا اللعبة، رح تلاقوا الرابط تبعها اسفل بالوصف، وتدعموا ميسي بالتعاون معه تبع ببجي موبايل. وهلا خلونا نروح ونكمل الماتش. للأسف ما قدرت ألعب لعبة ببجي موبايل على أرض الملعب لأنه كان في كتير ضغط جماهير والشبكة كانت جدا ضعيفة، وما بتصدقوا قد ايه الناس كانت مبسوطة والحماس كان كتير عالي. أنا أكثر جزء بالفطور بحبه هو المرتديلا واللبنة، انتوا اكتبوا تحت بالتعليقات. هلأ في قسم الحلو والفواكه. تعالوا. استنى، في مكدوس. كيف بدهم يروحوا المكدوسات علينا؟ لا طبعا. هون نحن بالعاده كنا بنفطر، وهذا الفطور المتواضع الصغير شوي، يعني شوفوني ما باكل كثير. ايه كنت اكل هيك دائما. هلا طالعه على المطار لحتى ارجع على دبي، فلهيك لازم اكل على السريع، فهيك حطيت كم شغله بس لكل فيو. طلعوا ترى فكرة بيقولوا لي انه انا ما كثير بنزل على الانستغرام او على اليوتيوب حياتي الشخصية اللي انا بعيشها، مثل مثلا رحلتي او شو بحب شو ما بحب شو باكل، لانه بحس مرات انه انا بحب الخصوصية اكثر. بس عن جد اليوم كثير مبسوطة، لهيك حابة اصور لكم التفاصيل بس اليوم عن جد هيك. فاليوم اكسكلوسيف للاشياء اللي صارت معي والشغلات اللي انا بحبها. بس اذا انتم بتحطوا لايكات لهذا الفيديو، بتكتبوا تحت انه انتم حابين تشوفوا تفاصيل حياتي، حصير صور لكم. بس اذا بشوف كثير كومنتات وكثير لايكات. هلا خلوني اكل لانه لازم لحق المطار. وصلنا على المطار. شوفوا الدبدوب يلي وراي، انا مبينه. شوفوا هذا يمكن اجمل مطار بالعالم من وراء الدبدوب الاصفر اللي حاطينه هوني. يا الله ما اجمله. هلا نسيان المايك حاطته فوق، الصوت سيء، سوري يا جماعه. الفكره انا هلا راجعه لدبي، هلا في عندي تحدي اني لاقي بيت، اني اشتري سياره، انه 1000 قصه، لاني انا راجعه هلا على دبي وما عندي مكان ارجع عليه، متخيلين؟ هلا بدي اخذ اوتيل اول فتره لبين ما الاقي بيت واشتري السياره. قبل كنت ناويه انقل على دبي، بس الفكره انه ما كنت قدرانه اترك اهلي، بس بعدين لقيت انه لا، لازم اسافر على دبي، لانه بدبي شغلي احسن، كل شيء احسن هني، ودبي كمان كثير احلى، فلهيك رح اعيش بدبي وبس. فدعوا لي، انا كثير بحاجه دعواتكم هي